الجماهير تتفاعل مع منح لقب إفريقيا للمغرب بدلا من السنغال عقب نحو الشهرين على تتويج منتخب السنغال بطلا إفريقيا لكرة القدم 2025. قرر الاتحاد الإفريقي الكاف إلغاء نتيجة المباراة النهائية عقب حادثة انسحاب لاعبي السنغال من أرضية الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل ضائع. وكانت السنغال قد فازت على المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت في يناير كانون الثاني الماضي. وقررت الهيئة القارية تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس إفريقيا 2025 واعتباره فائزا بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. وأثارت هذه السابقة ردود فعل متباينة، حيث أعادت الجماهير السنغالية نشر بيان الحكومة السنغالية التي استنكرت فيه القرار، ودعت من خلاله إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حين احتفلت الجماهير المغربية بالقرار الذي وصفته بأنه فوز مستحق.